لو معايا تليفون من يعني اسطوره ونجم كبير، كابتن علي ابو جريشه، فاكهه الكره المصريه. كابتن علي صباح اهلا يا الفل. استاذ محمد، اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن علي؟ وحشني جدا الحمد لله يا جدا ابو حميد، الله جدا. يخليك الله يخليك يا ابو وحش حميد. الجمهور جدا. الله يخليك يا ابو حميد. ازيك يا كابتن علي؟ بخير والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يا كابتن علي. الاول قبل ما ادخل معاك في شويه ملفات كده، ايه حكايه الحضري؟ حصلت كده قصه امبارح واحنا كنت بتكلم انه وادي دجله في النهايه بيطبق المفاهيم السليمه. لما حصل يعني تجاوز من عصام، على طول ميدو الكابتن احمد لا حسام هو ميدو تعامل مع الموقف والموضوع انتهى في ساعتها. ميدو تعامل يعني بشكل يعني يرضي الجميع جدا، والناس يعني يعني التمرين كمل وما فيش مشاكل. يعني ميدو حقيقي كان عند الموقف ونجح ان يحتوي العمليه ويطبق في نفس الوقت النظام على الجميع. وهو استبعد عصام من ماتش الاهلي بس. نعم، استبعد عصام من ماتش الاهلي فقط. طبعا، يعني لانه طبعا يعني زي ما قلنا احنا كلنا مع بعض وكلنا اسره واحده، وعصام تقبل الموضوع برضه بصدر رحب ومفيش مشاكل. يعني هيرجع يتمرن تاني مع اول تمرين لدجله بعد ماتش ان شاء الله، ما بعد عمر طويل. لانه بعد كده في توقف في اجازه في توقف واحنا تعودنا على توقفات كتيره، لكن طبعا عشان خاطر المنتخب احنا كلنا يعني بنآزر اي برنامج للمنتخب، لانه هو الاولويات للمنتخب، ودي مش عايزه كلام. تمام. يعني خلاص الموضوع تجاوزوا، وعصام 300,000 جنيه زي ما عرفنا غرامه، وايقاف عن مباراه الاهلي، وهيلعب محمود رضا النهارده المفروض الحارس الاحتياطي باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله. كابتن عصام، كابتن علي، انت راضي على الاول بقى اخدك، لان انت في النهايه نسيجك ودمك اسماعيلاوي؟ طبعا مش عايزه كلام. راضي عن الاداء الاسماعيلي في الفتره الاخيره؟ يعني هقول لك حاجه تستغرب لها، لكن انا راضي، لانه بعد فتره طويله كان في يعني مشاكل كتيره، كان في انفلات كتيره، كان في سلبيه في الاداء. لا الاسماعيلي بيأدي، ممكن يكون ما بيكونش تعادلاته كتيره الفتره الاخيره، لكن انت يعني كل الماتشات الاخيره انا مبسوط منها، يعني بما فيهم الماتشات اللي خسرها. يعني لعب ماتشات يعني النهارده بشكل كويس، ثم ان الاضافات اللي جت انا شايفها اضافات كويسه يعني، لكن هتثمر دلوقتي. لا عايزه انسجام، عايزه اللعيبه تشتغل مع بعض. انما بشكل عام الاسماعيلي بقى شكل يعني افضل مما كان عليه من سنتين ثلاثه. بعض الناس يعني بتتكلم على طريقه اشتراكه، وان هو راجل يعني بيلجأ للطرق الدفاعيه اكتر والتامين الدفاعي اكتر، وان الاسماعيلي ده مش طريقه لعب. لا ما اقدرش ابو حميد، ما اقدرش احكم على مدرب من ماتشين. يعني مسك ماتش ده ثاني ماتش ليه، مسك ماتش الاهلي والماتش وتعادل في الماتشين، ولكن بشكل كويس. يعني هو بيلعب الانتاج فرقه كويسه، ومعاه مدرب شوقي غريب، مدرب محترم وحاجه يعني عنده خبره كبيره. ما تنساش ان الانتاج كسبان الزمالك، يعني كسبان الزمالك وهو لاعب الانتاج في الانتاج، وهو كان المتفوق. بس خسر يعني في الكاس خسر في الكاس من سموحه، انت عارف، خرج من الكاس. يعني طيب برضه سموحه انت بتتكلم على فرقه يعني عامله موسم يعني كويس قويه، وبعدين سموحه ده هو خسر ماتش سموحه في الوقت اللي الاسماعيلي كان متفوق فيه. فاول غير مسؤول، وساعات اللعيبه دايما ترتكب اخطاء غبيه شويه. فاول غير مسؤول في حته معينه جايه مشوطه، هي دي اللي راحت على الاسماعيلي الشوط الثاني. انما سموحه كان متفوق الاولاني والاسماعيلي تفوق الثاني. بالعكس الاسماعيلي كان اقرب كان اقرب للمكسب الشوط الثاني. لكن انا ما بقيمش النتيجه، انا بقيم الاداء. انا بقول الاداء لا احسن بشكل افضل، وشايف الاسماعيلي جاي، لكن مش بين يوم وليله مثلا هيبقى الاسماعيلي يرجع تاني زي زمان. لا هيرجع في خطوه علشان يبقى في بعدها خطوات. يعني واضح انك راضي عن اداء الاسماعيلي يا كابتن علي بنسبه كبيره. لا لاننا عانينا من فتره، عانينا من سلبيه في الاداء، من تراخي، من لعيبه بتلعب لا مبالاه. لا اللعيبه بتلعب دلوقتي بجديه، وشايف ان مجلس الاداره الجديد وابراهيم عثمان الحقيقه عامل شغل كويس. يعني على الاقل عملوا العقود بتاعت اللعيبه الصغيره، ما كانتش عايزه تمضي، مضوا الاسماعيلي دلوقتي لما حسوا برضه بالامان. فالعمليه يعني لا الاسماعيلي افضل من فتره سابقه بكتير. طب كابتن علي، ارجعك تاني لدجله واسالك نفس السؤال، يعني مدى رضائك على اداء وادي دجله في الفتره الاخيره؟
دجله في مرحله انا شايفها عدم اتزان شويه، لان احنا تنساش ان احنا برضو راح مننا لعيبه كويسه يعني كتيره في الوقت اللي انت عايز تدفع فيه بسياسه جديده ببعض الشباب والناشئين. يعني انت بتلعب لعيبه، انا عندي لعيب لعب مواليد 99 لعب في الدوري الممتاز، و98 الماتش اللي فات 2 3 لعيبه بيلعبوا النهارده مواليد 98. بتتكلم 18 19 سنه يعني. نعم بتتكلم 18 19 سنه لسه لعيب صغير يعني. بتكلم انا عندي لعيبه النهارده، وعندي منهم 2 3 اساسيين، منهم 2 في منتخب مصر مع معتمد جمال، وهم مواليد اللي 99 ده في منتخب 97 مع معتمد جمال، و98 برضه في منتخب مع معتمد جمال. فيعني انت برضه مش بس لكن في سياسه ان انت بتسعى ببعض الشباب الصغير تديهم فرصه. استغنيت عن بعض اللعيبه الكبار زي ستانلي وزي ديارة ورجب، ويعني بعض اللاعبين اللي هم برضه قوه، لكن استبدلت بيهم شباب صغير. طبعا ان الوقت هيحصل فيه تذبذب في الاداء، ولكن مع الوقت الامور هتمشي باذن الله. طب شايف النهارده ماتش الاهلي ايه مع دجله؟ الاهلي مع دجله، الاهلي خبرته جاي مندفع بدفعه يعني كويسه، ان هو كسب المقاولين بعد تعثر في الاداء امام المقاولين، امام الاسماعيلي وامام الزمالك. الاهلي طبعا هو الاهلي، لعب باي حد، حتى هو الاهلي فرقه طبعا عندها خبرات، عندها بدائل على مستوى. دجله النهارده هيلعب بروح كويسه جدا، لانه يهمه جدا انه يلعب، وخصوصا نتائجه دايما قريبه مع الاهلي. يعني احنا السنه اللي فاتت متعادلين 0-0 وكسبنا الاهلي 1-0. تمام. السنه دي خسرانين 2-1. فيعني بتتكلم على مباراه في الملعب يعني باذن الله، واللعيبه يعني مصره انها تقدم ماتش كويس باذن الله. يعني متوقع النتيجه ايجابيه لدجله النهارده بالنسبه لكم؟ ما تقدرش تتوقع النتيجه يا استاذ محمد، انما اقدر اتوقع اللي انا يهمني في الاول وفي الاساس كراجل. يعني انا يهمني اداء اللاعبين وتقييمهم في وتقييم ادائهم. ممكن تكسب بضربه حظ ماشي، زي ما حصل في المباراه الاولى مع الاهلي هناك في اخر دقيقه جبنا جول، انما الاداء هو اللي يهمني وهو اللي بيطمني على الفرقه. كابتن علي، التارجت بتاع دجله في الموسم القادم، يعني انتوا في المرحله دي واضح انها مرحله بناء، يعني بتدفعوا بلعيبه صغيره بالظبط. عايزين تصلوا لمرحله الانسجام اللي انتوا عايزينها مع جهاز فني كمان شاب، مع فكر مؤمن الكابتن احمد حسام بفكره الدفع بالشباب، عشان الموسم الجاي توصلوا لايه؟ التارجت بتاعكم ايه ان شاء الله؟ لا، عايز تعتمد بشكل كويس على تبني فريق محترم. مش بس الشباب، لازم يكون عندك لعيبه عندها خبره عشان تقدر تفيد الشباب. لان الشباب لوحده على طول كده مشكله، يعني فيها ريسك كبير. طبعا انما لازم يكون عندك عناصر خبره بحيث انها يعني تعمل التوازن الموجود. فاحنا باذن الله يعني في طريقنا باذن الله بنعمل شكل فرقه يبقى قوامه الشباب ومعاه الخبره اللي هي بتقدر تدير المباراه بشكل كويس مع اللاعبين الجداد او الصغار. فباذن الله عايزين نعمل فرقه كويسه، لانه المحصله ايه؟ ان انت عمال بتلعب بفرقه وهم كلها مثلا ممكن يكون كبار السن ويبقوا كده، ويكون ايه التارجت؟ مفيش حاجه، لا محصله. لكن لما يبقى عندك شباب صغير وبدوافع كثيره تقدر تبني زي ما انت قلت يا استاذ محمد، انك تبني فريق يبقى عنده استعداد ان هو يعمل حاجه للنادي، يعمل حاجه لنفسه. فدي عمليه مهمه، خصوصا احنا عندنا شباب صغير كويس. تمام. يعني عندنا شباب صغيرين على مستوى كويس، وعندكم قطاع ناشئين قوي الحقيقه. الحمد لله. يعني عندنا مراحل، مش بس فريق اول، لا احنا عندنا في المراحل مختلفه لعيبه في المنتخبات، وعندنا فرق كويسه من البراعم ومن الناشئين ومن الشباب. ولما يكون علي ابو جريشه موجود عين مختلفه برضه في اختيار اللعيبه يا كابتن علي بصراحه. الله يخليك يا استاذ محمد. لا والله اللي هو ده عمل جماعي، والناس اللي بتشتغل معانا مدربين كويسين جدا وبيأدوا دورهم بشكل كويس، ومعانا اداره محترمه برضه اللي هي ما بتقفش يعني مؤمنه بالفكر ده وبتحاول تساعدك في تطبيقه يعني. تمام. مين هو النهارده يا كابتن علي، اختم معاك اللعيب اللي في النادي الاهلي انت عامل حسابه في مباراه وادي دجله النهارده؟ لا، النادي الاهلي فرقه ثقيله، فبقول لك انه مفاتيح اللعبه، مشكله الاهلي دايما مفاتيح لعبه كثيره. يعني مفاتيح اللعب في النادي الاهلي كثيره، ما تقدرش تقول انا همسك فلان وتسيب فلان، لا. الاهلي عنده مفاتيح لعب كثيره، فلازم تلعب بشكل ما تركزش على واحد وتسيب الباقي، لا.
طب انتوا فعلا وادي دجله بيفاوض الاهلي على باسم علي ولا ده يعني لا 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 لا, لا, لا الحاجات دي ما نعرفش عنها اي حاجه، والكلام تعرف بيتنطر كتير في الجرايد، لكن بقراه في الجرايد زي اي حد. مش حقيقي يعني الخبر ده؟ لا لا لا. تمام كابتن علي، انا بشكر حضرتك جدا ودايما. طب الاول ستانلي راجع على دجله مفترض في نهايه الموسم. لسه موقوف. لسه موقوف ايه يا كابتن علي؟ الو. يعني يبدو ان الكابتن علي عايز يقول لسه موقفه ما تحددش. ستانلي في العوده لوادي دجله من عدمه. عارفين ستانلي هو اعاره لنادي الزمالك لمده سنه بنيه البيع، يعني لو الزمالك عايز يشتريه بعد كده $900,000 ده الاعاره بتاعته. بنيه بيع بمعنى ايه؟ انه $1.5 مليون يقدر الزمالك يحصل على ستانلي، خلاص يبقى ملك نادي الزمالك اذا اراد بعد نهايه الموسم، او يعود الى دجله مره اخرى.